السلام عليكم. تعالوا معايا النهارده هنعمل مع بعض مربى للدايت بمكونات كلها تنفع في الدايت. يلا بينا. مربى فراولة طبعا. يلا بينا. ايه، تجيب الفراولة اللي هي مفرزاها في الفريزر وتطلعها يا دوبك تسيح، تحط عليها 4 بواكي سكر ستيفيا، وتحط عليهم بعد ما يغلوا يبدأوا يعقدوا تحط عليهم 8 معلقة ملح ليمون. يبقى انت كده عملت الفراولة. يلا بينا نعمل الفراولة مع بعض. تعالوا معايا كده نعمل المربى بتاعت الفراولة. هنبدأ نحط عندنا الفراولة المبردة بعد ما ساحت، هنحط عليها سكر استevia عشان بتاعت الدايت ومرضى السكر. هنحط 4 بواكي، الباكو من دول بيعادل معلقتين سكر، يبقى احنا استخدمنا 8 معالق سكر. يعني برضو مش هتبقى محلية قوي، بس هنبقى كلنا ايه الحاجة اللي في نفسنا. ملح الليمون بقى مش هحطه الا لما احطها على النار وتبدأ تعقد. هحط عليها الملح الليمون، بيعمل عليها عملية حفظ، وبيديها مادة كده لزجة، وبيحفظها عندك مدة مهما قعدت، عشان طبعا عاملين دايت فمش هناكل منها ياما، مع انها هتبقى حبة صغيرين. يلا بينا نكمل. تعالوا بصوا كده، انا حطيتها خلاص على البوتاجاز، هنقلبها تقلبتين وهنسيبها تستوي. يلا تعالوا معايا كده شوف الشكل النهائي بتاع المربى بتاعتنا. مربى صحية، تنفع للكيتو وتنفع للناس اللي عاملة دايت وتنفع